حبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل معاكم سلطة الفواكه. هنا انا معايا تفاح اصفر، ومعايا كمان تفاح احمر. طبعا الفاكهة دي انا غسلتها كويس جدا. ومعايا هنا رمان. شايفين حلاوة الرمان عامل ازاي؟ شكله جميل جدا وكمان طعمه جميل. على فكرة الفواكه دي كلها مسكرة وطعمها جميل، انا مش هحط لها السكر خالص. وهنا معايا قطعة من الكاكا، عاملاها مكعبات. وده كيوي مقطعاه. ومعايا جوافة. طبعا انا عملت فلفل سلطة قبل كده معاكم السنة اللي فاتت، بس عملتها طبعا بطريقة مختلفة عن دي خالص. التانية كنت حاطة لها فراولة ومانجا وموز وكيوي. طبعا انا كنت حاطه لها حاجات كتير قوي، اللي حابه تدخل وتتفرج على الفيديو. وكمان عملتها بلبن. النهارده مش هعملها يعني، هعملها دلوقتي اقطعها بس. دي هعملها سلطة فواكه، التانية بقى كان فروت سلطة، طريقة مختلفة. وكمان الفاكهة معايا مختلفة، بس كان فيها تفاح احمر وتفاح اصفر زي ده. دلوقتي انا قطعت التفاح شرايح كده زي ما انتوا شايفينه، وبعد كده اقطعه مكعبات. انا طبعا مش هعمل كتير، انا بعمل بالطلب بس. اي حد عايز من ولادي بعمل له، لاننا احنا بنجيب الفاكهة ولادنا ما يرضوش ياكلوها، بتبقى تقعد بقى في التلاجة. لكن لما تعملوه بالطريقة ديت وتقطعيها كده بالطريقة ديت وتحطيها في كيس او في طبق كده صغير، ممكن ياكلوها بالشوكة. لكن لو فضلت في التلاجة كده بياكلوا منها اللي بياكلوه والباقي بيسيبوه. هعمل التانية كده بنفس الطريقة. طبعا انا عندي مانجا وعندي موز بس، وفراولة كمان في الفريزر، بس انا حبيت اغير المرة دي واعملها بطريقة مختلفة، عشان ما ينفعش الفيديو يتكرر مرتين على القناة. نقصت حاجات من اللي انا عملته قبل كده وكمان زودت حاجات وكده يعني، عشان يبقى في تغيير. كده انا عملت واحدة وواحدة، بس واحدة حمرا وواحدة صفرا. دلوقتي اقطع الجوافة معاكم. هعمل اتنين بس منها.
نقطع الحتة ديت من الحتة ديت. بس طبعا ده بنشيل القلب بتاعها، بشيله بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. الفاكهة جميلة ومغذية لأطفالنا. ولما تعمليه بنفس الطريقة كده، تقطعيها كده مكعبات، الفواكه اللي عندك، أي فاكهة عندك هيحبوا ياكلوها على طول، ويطلبوا منك انك انت تعملها لهم كده وياكلوها. وهي اصلا الفاكهة ديت اللي معايا صبحة وجميلة زي ما انتوا شايفين كده. عايزة ازودها حاجة كمان براحتك، عايزة تنقصي حاجة براحتك، عايزة تضيف لهم لبن كمان. خلاص انا قطعت الفاكهة اهي، والباقي شلته في التلاجة. هجيب كاسات كده، وزي ما قلتلك عايزة تحطه في طبق صغير كده ازاز، تحطي، عايزة تحطي في كاسات زي كده حطي. انا دلوقتي بحط الرمان الاول، واحط القطع من الكاكا، واحط التفاح الاصفر، وكمان التفاح الاحمر، والجوافة، واحط الرمان كده على وش الكاس. طبعا انا اعمل معاكم واحد تاني بشكل تاني مختلف. انا عملت الشكل ده اهو، هنشوف الشكل التاني هيبقى ازاي. احط الاول الكاكا، احط شرايح الكيوي، واحط التفاح الاحمر،
ورمان. ودلوقتي هحط الجوافة. وقطعة كده من الكيوي على وش الكاس. انا عملت 3 كاسات زي ما قلت لكم. دلوقتي احط 3 شوك صغيرين. الشكل النهائي اهو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واللي لسه ما اشتركش في قناة منوعات مريم جميل يشترك ويفعل الجرس علشان انا بنزل عليها وصفات جميلة جدا للبشرة وللشعر وللتخسيس، وكمان بنزل عليها وصفات اكلات. واستنوني فيديو جديد. مع السلامة.